إذاعة الجمهورية اليمنية من إب تقدم خيوط الفجر. خيوط الفجر، دراما محلية من واقع الحياة الاجتماعية. قصة وسيناريو وحوار محمد غالب حامد. الإشراف البرامجي خالد الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري. خيوط الفجر، فكرة وإخراج جميلة علي فتح. يا الله رضاك، يا رب استر، يا رب اشفي وعافيه، يا رب يا رب جيب العواقب سليمة يا أرحم الراحمين. كم لهم يجلسوا داخل ساعة هم داخل، يا الله رضاك. الدكتور خرج. يا دكتور، دكتور لو سمحت. أيوة، مالك يا ابني؟ مالك؟ دكتور، صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عليك يا دكتور، كيف الوالد؟ أنت ابن المريض اللي داخل؟ أيوة هذا أبي. أبوك مريض حالته حرجة يا ابني. خير يا دكتور، ما في به. أبوك يعاني من أزمة قلبية حادة يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني صلى الله على رسول الله، خليك مؤمن بالله. ادعي لأبوك بالشفاء. الحمد لله يا أخي الأعمار بيد الله، احنا عملنا كل اللي علينا وكل ما نستطيعه، والباقي على الله سبحانه وتعالى. يا رب. طيب يا دكتور لو سمحت ممكن أشوفه ولو حتى لدقيقة يا ابني خلي أبوك يرتاح الآن بعد العلاج، ويمكن بعد شوي تقدر تدخل تشوفه. أنا ممكن أروح الآن أشوف معي مرضى، ويمكن أرجع لك بعد لا شوي. حول ولا قوة إلا بالله. على كل شاكر لك يا دكتور، الله يرضى عليك، شكرا ما قصرتم. الحمد لله على كل حال. أنا الحين ضروري ما أتصل بأختي سعدي علشان نجي نشوف أبوها، مش معقول للوقت هذا وما يجيش يشوفه. بسم الله. يا الله يرضاك، يا الله يجاوب، يا الله يجاوب، يا الله يترد، يا الله يترد. يا أختي لو تدرين نبي هكذا لا تجنن. ما أبوش من اللي يرد. أحاول مرة ثانية ولا أرسل رسالة قصيرة يمكن تقرأها بنتها وداد. أيوة أرسل رسالة أحسن. وقف المكالمة. لكن داري لكن كسرع. الله يسامحك يا ام عصام، انا وانتي هذا من اول. يلا لكن داري ولا كفتها عليهم. يلا نعمل ذا الحين اول اعمل لي سنه غدا لما تجي وداد من المدرسه تعين لي منهم هذا اللي يتصلوا من اول. يا هل علمي من المدير البنية تأخره الساعة الآن 2 بعد الظهر، ما إيش عوايده. اللهم قال خير بس. قضية وصله. السلام عليكم يما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين انت يا بنية؟ انت عارفة يما انه اليوم طلعوا النتائج وكودني حصلت النتيجة حقي من الزحمة حق البنات. ملا بشير يا بنية، مو هو النتيجة؟ الحمد لله نجحت وجيت من الأوائل. ألف مبروك، ألف مبروك يا بنتي. إن شاء الله الله ترفعي يبارك راسنا فيك دائما إن شاء الله. يا بنتي الله يرضى عليك، قيم أختك ودخلك تغدي قابا كمين والقش غلطني لما يجي أبيك إن شاء الله. يلا طيب يمها على طول أنا أشيل أختي وأغديها. يلا الله يوفقك. الحمد لله
الحمد لله على سلامتك يابا. كيف حالك يابا؟ كيف انت؟ الله يسعد ايامك يابا ويطول بعمرك. الحمد لله الحمد لله يا بلدي. اتصل بأختك سعد، اتصل بي يا ولدي. اشتي شو انا حاسس ان انا حاسس ان انا ممكن يا ولدي اموت. الله يبعد عنك كل شر يابا، لا تقولش هكذا. الله يصحك بالعافيه، لا تقولش هكذا. نتصل له وان شاء الله اجي وتشوفك وتشوفها وتقوم بالسلامه باذن الله. خليك يا ولدي خليك. الله يستر عليك يا ولدي. بسرعه ادعي لها. انا فاقد لي خايف يا ولدي، لا اموت ما اشوفكش. خلاص يابا الله يرضى عليك، لا تبكاش ولا يهمك يابا. الله ينور قلبك، لا تبكاش. مش علشانك البكاء حلو يابا. الله يرضى عليك. الان انا اروح اتصل ولا يهمك يابا. الله يشفيك يابا ويعافيك. بسرعه يا ولدي بسرعه يا ولدي. حاضر يابا ولا يهمك. الان مثل الطير يابا. يا الله، احنا والتلفون قد وشني مين الصبح. قد يقلبون يا وداد. ايوه يما. جيعني التلفون مين الصبح قال لي ريم انا جري من اللي اتصل بو كتابات ما ادرك شموه. ايش التلفون؟ راحت المكالمة. اصلا يا بنتي هذا التلفون لو مين الصبح ليه يتصلوا ويرنوا ما نجدري منهم وبو كتائب ملان التلفون هذا. ايوه صح، في رسائل خيرات كذا بصيروا ما يقولوا. هذا قد في رسائل كثير اكثر. هذا من خالي محمد الرسائل. هذا اقول لك قد وشني التلفون من الصبح. هو محمد ما تقولوا تتراسلوا الله يعينكم بس. يو مالك يا وداد. هذه الرسالة بتقول إنه مو جدي مريض في المستشفى. أبي مو بينه مريض يما، مريض بالمستشفى من الصبح ويقول لنا ننزل عنده. يا ابني ما قلت ايه. قومي معلش يما، قومي الحين خلاص قومي البسي باطو. يلا ولينا يا يابا. الله يطول لنا بعمرك يابا، الله يطول لنا بعمرك. أبا ريح على نفسك، الله ينور قلبك. ريح على نفسك ولدي. الله يرضى عليك يا ولدي. وين أختك ما قد جاءش هذا الحين؟ كم لا تجلس يا ولدي. أنا خايف يا ولدي، لا أرجع أموت وأنا بقاك حرش عيني بشوفته. ولا يهمك يابا لا تشوفه. أنا قد اتصلك لي بس ما بش من يرد يابا. كل ما اتصل له ما بش من يرد. وزوجك بعثك لي رسالة، يمكن لعل وعسى بنت ودادة تقرأ وتعرف إن أنت بالمستشفى. يا ولدي ما الرسالة؟ ما أدري أتقرأ. لا يا ولدي ما الرسالة ما بش فائدة. أنت داري إنهي ما تحرش تقرأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا السبب يا ابني. لو كنت حلمك القراءة والكتابة إنها ينفع نفسه وينفعك نفسي ذا الحين. بعرف أننا بالمستشفى، لكن الحمد لله على كل حال. منعت من الدراسة، الله يسامحني بس. وقلت تساعد أمي وتشوف طلبات البيت جنب أمي. الله يسامحني بس. خلاص يا أبا الله يرضى عليك يا ما بش داعي للكلام هذا. أنت الحين تعبان والحمد لله على كل حال. الحمد لله. هي الآن أكيد تجيب أنت الحين وتقرأ لي رسالة وإن شاء الله توصل. أنا متأكد أنها توصل وإنك تشوفي يا أبا. يا ولدي أقول لك معاه بش حاجة. أنا حاسس بطعم الموت في حلقي يا ولدي. حاسس بطعم الموت في حلقي يا ولدي ونفسي أشوف أختك يا ولدي. مالك يا ولدي مالك يا الله ينور قلبك. مالك يا ولدي. أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله يرضى عليك. مالك؟ وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أبا مالك يا أبا.
خلينا ندخل من اي غرفه نستعمل المستشفى. خلينا ندور يا رب. من هذا قسم رقود الرجال. هذه رقم الغرفة اللي ارسلها خالد. وين هي ملا؟ اين هو خالد؟ وين هو؟ خالد. سعدية وين محمد؟ ها محمد وينك يا سعدية؟ وينك يا سعدية؟ الله يسامحك، وينك؟ تلفونات ورسائل من صباح الصبح، وينك يا اختي؟ ملا مو بينك اللي تغلقني، انا مدري التلفون البني تاخر اليوم هذيك. ابوش يا سعدية، ابوش لا مو بيننا تغلق ما شاء الله. والله ما انا داري ما اقول لش اختي. ابوش عظم الله عشان اختي. ابوش لا تقول شميمة. يما معلش يما. يا الله علينا، عاد احنا ناقصين يا اختي، عاد احنا ناقصين يزيدوا ما عليك. سعدية قومي يا سعدية. وحد الله يا اختي، وحد الله يرضى عليك. وحد الحمد لله على كل حال. متى محمد؟ متى سعفكم؟ هذا ما تقبل بربع ساعة يا اختي. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. لكن يا اختي تعبكيني، ندي ليش رسائل من صباح انا الصبح. مدريني تدرين اني ما اعرفش اقرا البني تاخر ما بديش التلفون ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال. الله يرحمك يا ابا. لو كنت الحين اعرف اقرا ولا اكتب، لو خليني ادرس كنت اعرف مو كتب لي بالرساله ولا ما اقولكم. انا الحين ما ادري اقول، ما اقول الا الله يرحمك يا ابا ويعين الناس اللي هم مثلي ما يعرفوش يقراوا ولا يكتبوا، ويسامحك ويسامح كل اب يحرم عياله من التعليم. كنتم مع خيوط الفجر. خيوط الفجر. قام بأداء الأدوار خالد الفقيه، ابتسام البغدادي، عبد الرحيم العقاب، سمية سحلول، حنان العواضي، إبراهيم الجماعي، شهاب سلام، وبشرى دماج. المكتبة الإذاعية أحمد أمين نعمان. التجهيزات الفنية محمد هادي وإدريس شاهر. الإشراف الهندسي خالد باسلامة. المتابعة المالية فايز الحاج. الإشراف البرامجي خالد الفقيه. ومن الإشراف العام صلاح القادري. تم التسجيل والمونتاج في استديوهات إذاعة إب 2010 للميلاد. خيوط الفجر. خيوط الفجر. قصة وسيناريو وحوار محمد غالب حامد. فكرة وإخراج جميلة علي فتح.